بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنكمل سلسلة يستجيب لك الرب، والنهاردة هنحط عنوان أن الله يستجيب لأولاده ولكن بحسب حكمته. احنا واثقين ان ربنا كامل في كل صفاته، وربنا حكمته ما أبعد أي إنسان ان يوصل حتى لبداياتها ايه. ربنا حكيم قوي، صحيح بيدي ولاده من روح حكمة، لكن مهما كانت حكمتنا فالحكمة بتاعتنا حكمة محدودة جدا بالنسبة لربنا. فربنا يستجيب لينا ولكن يستجيب بحكمة. يعني على سبيل المثال، أنا فاكر موقف لما قداسة البابا شنودة اتحددت إقامته في الدير بقرار لرئيس الجمهورية في الوقت ده. قد إيه إحنا كنا منفعلين، كنا متضايقين، أو على الأقل أنا وقعت كده في عتاب مع الله وقلت له إزاي يا رب يبقى عندنا إحساس خزي الوجوه، وإزاي الناس كلها تسقف وفي روح من أرواح الشماتة، وإزاي البابا اللي ربانا يكون كده حتى ما عندوش القدرة أن يدافع عن نفسه. وكنت مهموم وكنت مغموم، لكن الحقيقة بعد فترة من الوقت اكتشفنا حكمة ربنا، إن كان كل اللي بيعمله ربنا ده عشان يحافظ على البطرك بتاعنا ويرجع تاني لينا. يبقى حكمة ربنا أبعد من أفكارنا. نفس الكلام ربنا يعمله بحاجة تانية أيام الكنيسة الأولى. يعني بطرس ويعقوب اتحطوا في السجن، وأنا حكيت لكم المثل ده كتير قبل كده. نبص نلاقي يعقوب يستشهد أو قتلوه، لكن الحقيقة نبص نلاقي بطرس ربنا بعديها بكام يوم يطلعه من السجن. طب الله، طب ما الكنيسة كانت بتصلي وبتطلب منك يا رب انك تستجيب وتطلع الاتنين، لكن انا عندي حكمة. انا عاوز اخلي القديس يعقوب يفيد الكنيسة بصلواته قدامي فوق في السماء، وعاوز القديس بطرس ليه ايام للخدمة. ايه حكمتك يا رب ان الكنيسة كلها بتصلي عشان بولس يطلع من السجن او حياته تنجو؟ يقول لا، انا عاوز بولس يفضل في السجن وانا هتولى بنفسي ازاي سجن بولس يستخدم من اجل قوة الكنيسة ويبقى سبب بركة وسبب قوة. يبقى ربنا بيستجيب، لكن احنا بنصطدم بربنا علشان مش عارفين حكمته ايه. الولد الصغير اللي يمكن مات وهو عنده كانسر في سنينه الاولى، ربنا بحكمته كان شايف ان ده افضل وقت ليه عشان يتمتع بالفردوس، ويمكن لو كان عاش ما كانش حد عارف ايه اللي حصل. ربنا عنده حكمة، وعشان احنا بنؤمن انه ضابط الكل وعارفين انه حنين وبيسمعنا، هو يستجيب بحسب حكمته. صباح الخير.